مستر بيست وصديقه الالوان كريس. هذا اغرب شيء شفته بحياتي، اكثر شيء لما اشوفه تلعب نفسي شارد ما اعرف تلعب نفسي. مستر بيست عنده مجموعه مال الاصدقاء قديمين اللي هو فريقه مال اليوتيوبرز اللي هم الفريق اللي يصوروا وياهم بين قوسين. تخيلوا مستر بيست قال انه هذا كريس اللي هو اللي تحول، هذا هو اول مشترك بقناه مستر بيست، اول مشترك. يعني تخيلوا من قبل كم سنه يعرفه. القصه بها يا اخوان، كريس بيوم من الايام قرر انه بيوم من الايام طلع بشكل غريب، شعره ما ادري ملون ظافره مصبغ ظافره، يعني موضوع يا اخوان مو تمام. اكو ليك بالموضوع. وبنفس الوقت هم كان عندهم صديق اسمه كارل. هذا كارل يعني كلش فول بايعها، يصبغ اظافره مدري شنو هاي، فقالوا السبب سبب كارل، هو اللي يخليه يصبغ اظافره. بس يعني الموضوع كان مو مريب، كان الموضوع طبيعي، انه بس كريس مجرد شعره مدري يعني اوكي ماكو مشكله ان شاء الله. حب ما بيوم من الايام فيديو من الفيديوهات بقناه مستر بيست رياكشن، بوم، شنو هذا يا اخي؟ العالم قالت الموضوع صار رسمي. قامت تصير انتقادات كل شوي على كريس، انه انت ليش جاي تسوي ومدري شنو وشنو تريد تحول نفسك وهاي. وهو ما يجاوب، بس هو يقول لهم انه اني داري افرح نفسي. تفرح نفسك؟ وينك واحد يفرح نفسه يحول الوان؟ طبعا هو مو حول الوان، هو الزبده انه حول نفسه من رجال الى مرأة، شلون ما ادري، بس هو باستخدام الطب هناك يا ليه الموضوع صار عادي. نتفليكس كل ما تطب نتفليكس تلقى بوجهه او شيء. حتى ما شاء الله عندنا بالوطن العربي قامت تصير شوي طبيعيه. العالم كلش متاثره بنتفلكس اليوم. هذا كريس قال والله اني راح احول نفسي مره. زين اوقف يا اخوان، كريس متزوج، عنده مره وعنده طفل. شلون هناك انصدموا العالم انه بعد فتره قام ما ينزل صور ويا مرته نهائيا، وبعد فتره شافوا انه الحلقه شالها. بس لو قالوا له ها طلقت زوجتك، نشر تغريده وقال اني طلقت زوجتي وراح انفصلنا احنا خلاص، حبقى بس اني وابني. فالاجانب تفكيرهم غبي بطريقه كلش غريبه، كلش اغبياء، يعني حيل اغبياء الاجانب. شلون انت راح تربي ابنك؟ لا الغباء الاكبر شنو هو ليش حول من رجال الى مره؟ والله كنت ضايج فقررت انه افرح نفسي، فاكتشفت انه اني مره مو رجال. والله اخوان غريبين، والله العظيم اقول لكم غريبين ما تصدقوني. والله الاجانب يعني خاتمين الغباء. المهم مو هذا الموضوع، اني ليش غاثني الموضوع حيل؟ عفوكم من انه يعني الوان وكذا، انا هواي شفت ناس الوان يعني عادي، يعني مو عادي، وانما انه شو تريد نسوي. اما هذا لا، هذا غاثني مغثى ما صايره يا اخوان. هذا اني يا موضوعنا ثاني. هذا يحكي على المسلمين، ومن يحكي على المسلمين يعني موضوع تعبان. راقب شو يقول لك هنا طايح الحظ. يقول بعد اللي حصل في حفله اريانا جراندي او فشي ما اعرف، المهم اتوقع صار بوقتها يعني ما اعرف، ما اريد احكي حتى مين يحذف الفيديو. المهم نهايه الموضوع، ليش احنا ماخذين الاسلام بجديه؟ اوكي، الاسلام هو ديانه رجعيه تكره اي شيء مختلف، وتكره النساء وتعامل النساء مثل الخرا. ليش الناس بعدهم دا يتقبلون الاسلام؟ بدك تحكي على الاسلام محول الوان وتريد نسكت؟ مو بس هاي المره الوحيده اللي كريس صار بيها عنصري ضد الاسلام، لا، كريس ايضا عنصري ضد اصحاب البشره السوداء. اوكي جوجل سبيل اي كاب نيجا. هاي الكلمه اللي ما يصير الزبده، هاي الكلمه البيض ما يصير يلفظوها، بس السود بيناتهم. اكو كلمه اكو كلمه تصيح بيها للرجل صاحب البشره السوداء، اذا الابيض قالها للاسود ينتهي موضوع على انه هذا معناته عنصر الفول. بس السود بيناتهم عادي يقولوها، تعرفتوها. احنا عندنا عادي يعني بيناتنا ماكو مشكله. انا اسمر يجي يصيح لي واحد هيجي، انا عادي طبيعي، بس ما دا اقولها حتى الفيديو ما ينحذف. المهم هذا ابن الكلب كلش عنصري. شوف هنا يحشش على القران، اوكي لاحظوا لي هنا يحشش على القران. عنصري يا اخوان، عنصري كلش هوايه، عنصري كلش هوايه. الزبده عنصري تجاه كل الثقافات، عنصري تجاه كل الديانات، عنصري تجاه كل الثقافات، عنصري تجاه كل اصحاب الالوان البشرات، عنصري ابن كلب. وهسه يجي محول من رجال المرأة، مخنث فوقاها يا. فكريس قاعد يعاني من كميه هجوم مو طبيعيه. بس انا الموضوع كليته جهه، الموضوع هذا بجهه انه مستر بيست يا اخوان اتوقع دا يعاني. والله مستر بيست دي تحسه ما مرتاح هو موجود ما ادري شلون اشرح لكم. انا بالعاده ما اشري شي فيديوهات، بس اكو نظريه تقول انه كريس انغسل مخه، صراحه 90% صحيح. واكو نظريه ثانيه تقول انه مستر بيست لا مو خطيه وبدي يدعمه من غصب لانه صديقه وكذا. لا، مستر بيست ايضا انغسل مخه. زين
انغسل مخهم من منو صراحه ما ادري. نتفليكس اكثر مثال انه على غسل المخ بهذا الموضوع. في المسلسل يطلعون واحد الوان واحد مسوي هيك واحد مسوي هيك، لدرجه انه قاموا يطلعون مسلمين الوان بس يعني حتى يبينوا لك انه موضوع طبيعي وما بي شيء. وتشوف اغلب المراهقين والمراهقات اللي عندنا بالوطن العربي قاموا شوي يعلنون وما ادري ايش يسوون بسبب نتفليكس. نتفليكس تبين لهم ان الموضوع عادي. نفس الحاله هسه حاليا الاطفال اللي قاعدين يشوفون مستر بيست وشافوا هذا الشخص اللي قبل كان رجال وحاليا صار مره، حيشوفون الموضوع عادي. هذا غسيل مخ. راح اعتبر انه هاي النظريه صحيحه، هاي النظريه صحيحه. فمستر بيست طبعا ما يبعد كريس من مقاطعه، بالعكس يكثر كريس بمقاطعه لانه يريد يغسل مخ المتابعين. هاي اذا النظريه صحيحه. اذا النظريه مو صحيحه لا، مستر بيست غبي بس بنفس الوقت ما يقدر يسوي شيء، لان هذا صديق إليه قرر يحول من رجال الى مرأة. وبنفس الوقت اذا طلع كريس من السكواد راح يصير كانسلد. راح تقولوا لي ايش معناته؟ بقوسين المتابعين راح يهاجموه انه ليش طردت كريس؟ هل هو لين متحول؟ انت ضد المتحولين، انت عنصري، راح نلغي حمله الغاء اشتراكات ويشلفوه. فزبده اذا النظريه صحيحه احنا بخطر، اطفالنا بخطر، الجيل القادم راح يجي راح يكون جيل مؤسف. الجيل القادم راح يجي جيل جدا تعبان، جيل متعب. ليش؟ لانه غسل مخهم وصار الموضوع طبيعي عندهم، انه الالوان وما شنو صار الموضوع طبيعي. فمعناته الجيل الجاي راح يجي تعبان اذا ظل اليوتيوب يدعم هاي الامور. يعني صراحه اليوتيوب هسه ممكن اذا شاف الفيديو مالتي راح يحثه، اول ما يشوفه يحثه. فالمهم راح اجي اشوفكم شلون مستر بيست ما مرتاح وهو قاعد بصف هذا الكائن الغريب. هذا الكائن اللي يصبغ الاظافر شايفيه، هو هذا الوحيد اللي مكيف. اللي ما شايفه ترى شكله كان يعني يجي انسان يعني يضحك ولطيف ومدري ايش. هاي شكله قبل شوفوه، هاي هو ابني كان يجي لطيف يضحك، شخصيته تضحك حلوه. اما هسه لعبان ايش هاللعبان نفس. يعني حتى اذا كان اكو واحد وما كذا بيناتهم عادي انه يعني يعرف هذا متحول وما عنده مشكله، بس اذا كان اكو واحد يريد يباوع لك او يعني يغزل بيك يعني عارفين شكلك لعبان نفس. شوفوا هنا تلاحظون مستر بيست انه الموضوع مأثر عليه مبين، بس مستر بيست طلع اكثر من مره وقال لا على الموضوع عندي عادي ماكو مشكله. كل شيء عالم نشرت على الموضوع يا اخوان. هذا الموضوع حاليا ترند بكل مكان بالانترنت، العالم تنشر وترجع لي ورا. الموضوع صار اوفر، قام يطلع بطريقه يعني غبيه، طريقه يعني شايف ان حرفيا من تخيل شكله ده يطلع شكل قباله هيك يلعب نفسي لانه بشكل غبي يعني. المهم طز بيهم حرفيا، بس ما اريد الموضوع ياثر عليه لان مستر بيست هو حرفيا اشهر يوتيوبر بالعالم، صاحب اكبر قناه بالعالم. فمعناته انه راح يغسل عقول 3/4 الاطفال اللي يتابعوه اذا مو كلهم. معناته الجيل الجاي راح يكون زق. المشكله شنو؟ انه هو هذا كريس نفسه قبل كان يحشش ويضحك على المتحولين، بوم هو صار متحول. بس هو صراحه يعني الحمد لله على نعمه الاسلام يا اخوان. دائما يقول لك الحمد لله على نعمه الاسلام. احبكم اخوكم مايفر يا اخوان. بعد بس حرفيا بعد بس 19,000 مشترك ونطب 100,000 يا اخوان. اريد اطب 100,000، كلش عاجبني اطب 100,000 بهالقناه. فاشتركوا بالقناه اذا ما شفتوا مشتركين. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، وكتبوا لنا بالتعليقات شنو تريدون نسوي حلقات بعد منها جاي. وياكم اخوكم مايفر وبس. مع السلامه.